اللي تعرفه أحسن من اللي ما تعرفوش، مقولة سمعناها كتير وبنقولها أكتر، ولو بصينا هنلاقيها بتنطبق على كل حاجة في حياتنا تقريبا، حتى القانون ده من الكتاب. عدوك اللي تعرفه أحسن مليون مرة من صاحبك اللي عامل نفسه صاحبك بس هو عدو ما تعرفوش ومستخبي ورا قناع الصداقة، لكن جواه حسد وكراهية ممكن تدمرك. بس ده مش هيحصل لو فهمت القانون ده من الكتاب وأخدت حذرك. ويلا بينا نشوف القانون التاني بيقول ايه. يا مساء الفل على الكل. لو أول مرة تشوفني أنا ميرنا أنور، وانت هنا في برنامج انت تكمل الحكاية. القانون التاني من كتاب 48 قانون للقوة روبرت جرين بيقول: لا تضع ثقة أكثر من اللازم في الأصدقاء، وتعلم كيف تستخدم الأعداء. Never put too much trust in friends and learn how to use enemies. اوعى تثق في أصدقائك لأنهم من أكتر الناس اللي معرضة إن هي تحسدك وبالتالي تخونك. اكسب عدوك وهتلاقيه أكتر ولاء من صديقك لأنه عاوز يثبت لك العكس. وللأسف فعلا في الواقع إن عندك اللي تخافوا من أصحابك اللي يعرفوا عنك كل حاجة عن عدوك اللي ما يعرفش عنك حاجة. وعلى رأي ديان ديواتيه: للحصول على عدو جيد اختر صديقا فهو يعرف أين يضرب. وتعالوا أثبت لكم الكلام ده بحكاية من التاريخ. كان يا مكان في سالف العصر والأوان، وبالتحديد في منتصف القرن التاسع للميلاد، كان في شاب صغير كده اسمه مايكل الثالث. لقى نفسه في يوم وليلة قاعد على عرش الإمبراطورية البيزنطية بعد مؤامرة من عمه باراداس اللي نفى أمه الإمبراطورة سيئودورا. عمه باراداس ده كان ذكي قوي، قالك إيه؟ قالك أنا أخلص من سيئودورا، ومايكل ده عيل صغير ما عندوش أي خبرة في الحياة، هبقى أنا الوحيد المتحكم والمسيطر عليه، وبالتالي أتحكم في الإمبراطورية كلها. طبعا مايكل كان حواليه متآمرين كتير وخونة وقتالين قتلة، وهو زي ما قلنا شاب صغير، فكان لازم يكون ليه شخص يثق فيه ويكون مستشار ليه. وطبعا أول حد جه في باله لا مش عمه باراداس، أمال مين؟ باسيليوس. إيه ده؟ مين باسيليوس ده؟ بص يا سيدي، باسيليوس ده ولا هو وزير ولا ليه أي خبرة أصلا في الحكم والسياسة. أمال مايكل اختاره ليه؟ هحكي لك الحكاية من الأول. من كام سنة مايكل قابل باسيليوس في اسطبل الخيل. كان ممكن تكون مقابلة عادية ويشوفوا زيه زي أي حد مجرد سايس للخيول، مجرد ما يمشي من اسطبل الخيل ما يفتكروش. بس حصلت حاجة هي اللي خلت مايكل وباسيليوس أصحاب. بالصدفة لما مايكل راح اسطبل الخيل كان فيه حصان متوحش فلت وكان هيهجم عليه، وطبعا يا كان مايكل هيموت يا إما كان هيعيش بعاهة مستديمة بقية حياته. باسيليوس وقتها كان سايس الخيل، شاب بسيط من سلالة فلاحين مقدونية، وابتدت الصداقة لما باسيليوس أنقذ حياة مايكل من الحصان اللي كان هيجيب أجله. وطبعا مايكل انبهر من قوة وشجاعة باسيليوس، فرقاه على طول من وظيفة بسيطة لمنصب رئيس الاسطبلات، وبعدها بقوا صحاب جدا. ومش بس كده، ده كمان وداه أحسن مدارس بيزنطية وبقى مثقف جدا. الله، محتاجين حد زي مايكل ده في حياتنا. علشان كده بقى مايكل لما احتاج مستشار ملقاش أحسن من باسيليوس، قالك ده شخص مدين ليا بكل حاجة. يا واد يا مايكل، ده لحم كتافه من خيرك، ده انت اللي نظفته وانت اللي عملته، وهيفضل طول عمره شايل ليك الجميل ده. امال ايه؟ يا عيني يا مايكل، ده انت غلبان قوي. احنا ندربه على الوظيفة ومش هلاقي احسن منه. وسيبك بقى من اللي بيقولك على عمك باراداس انه اكفأ منه، دول بيقولوا اي كلام. ده باسيليوس ده صاحبي واخويا. وفعلا قد كان، واتعلم باسيليوس بسرعة وبقى هو دراع مايكل اليمين، وهو اللي بينصحه في كل قضايا الدولة. طب ما زي الفل، ايه المشكلة بقى؟ مشكلة باسيليوس الوحيدة لغاية دلوقتي يعني كانت الفلوس. ما كانش بيشبع ولا يكتفي، وكل ما يطلب أكتر مايكل يديه من غير تفكير ولا تردد. ده بقى صاحبي يا عم، أقوله لأ يعني؟ ده هو اللي أنقذ حياتي. فكان كل ما باسيليوس يطلب فلوس يقوله يا عم ماشي. يا مايكل عاوز مرتبي يزيد، يا عم ماشي. لدرجة إن باسيليوس بقى ياخد 3 أضعاف مرتبه الأصلي. ده كمان كان عينه على الجارية بتاعت مايكل، راح مايكل جوزها له. مايكل كان شايف إن رضا صاحبه ومستشاره الموثوق فيه لا يقدر بثمن. معلش، كان واخده حماس الشباب شوية. وبعد شوية
باراداس عم مايكل اللي اتكلمنا عليه، اكيد فاكرينه ملحقتوش تنسوه. كبر وبقى قائد الجيش بسم الله ما شاء الله عليه، وطبعا ده قلق مين؟ قلق باسيليوس. فقعد يزن على مايكل ان عمه ده خطر عليه، وانه تآمر على امك سيودورا يا مايكل وحطك انت على العرش عشان هو يسيطر عليه، ودلوقتي ممكن يقتلك ويقعد هو على العرش بما انه بقى قائد الجيش. طبعا مايكل خاف وقلق، ووافق باسيليوس ان هما لازم يخلصوا منه، ودبروا لقتله. وفي وقت سباق الخيل دخل باسيليوس بين الناس وقرب من باراداس وطعنه ومات. وبعد وقت قصير باسيليوس يسكت ويبطل طلبات؟ لا طبعا، ودي تيجي. طلب من مايكل انه يحل محل باراداس كقائد للجيش، علشان اقدر اسيطر على المملكة يا مايكل واحميك ضد اي حد واي تمرد. وطبعا مايكل وافق من غير اي تردد. وبكده كبرت سلطة باسيليوس وفلوسه، وما بقاش حد يقدر عليه حتى مايكل نفسه. وبعد كام سنة مايكل اتزنق في فلوس، هيطلب من مين؟ طبعا هيطلب من باسيليوس صاحبه اللي خيره مغرقه من ساسه لراسه. ده غير ان اصلا سبب زنقته دي الفلوس اللي كان باسيليوس على طول عمال يستلفها منه على مدار السنين. فقال له يا باسيليوس انا مزنوق، ممكن تسدد لي ديوني؟ انا وقفت جنبك كتير. وطبعا ابسط رد للجميل ان باسيليوس يوافق ويساعده، لكن مايكل اتصدم لما باسيليوس رفض. وهنا مايكل حس بالمأزق اللي هو حط نفسه فيه. يا راجل انت لسه فايق، الحمد لله على السلامة. صبي الاسطبل بقى معاه فلوس ونفوذ اكتر منه، ده غير حلفاء الجيش وسلطته اللي بقت اكتر من الامبراطور نفسه. وبعد كام اسبوع مايكل قعد يشرب كتير علشان ينسى، ولما فاق لقى نفسه محاط بالجنود وباسيليوس واقف يتفرج عليه. ومش بس يتفرج عليه، ده امر الجنود بطعنه. ومشي باسيليوس في شوارع بيزنطة رافع راس مايكل على سن الرمح علشان يعلن انه بقى الامبراطور. حقيقي خير تعمل شر تلقى. وعلى رأي لويس الرابع عشر، هو المفتري بتاع القانون الاول، في كل مرة اعين فيها شخصا في وظيفة اخلق 100 من الساخطين وواحدا عاقا ناكرا للجميل. كان ناصح لويس، كان عارف اللي فيها، ما كانش سهل. وطبعا مفيش داعي للاستغراب، لان اغلبنا ان ما كانش كلنا كان لينا الصاحب اللي وقفنا جنبه وساعدناه ووثقنا فيه ثقة عمياء، وفي الاخر اخدنا على دماغنا زي مايكل الثالث. مايكل الثالث اللي قالك لا باسيليوس عمره ما ينسى فضلي عليه. انت بتقول ايه يا جدع؟ وهيفضل مديون ليا في ثقافته وفلوسه ومنصبه. ونسي مايكل ان في ناس زي القطط تاكل وتنكر. مايكل صنع وحش، سمح لباسيليوس اللي هو اصلا محدث نعمة انه يشوف السلطة من قريب قوي، فطمع وبقى عاوز اكتر، وما بقاش يملى عينه غير التراب. وبقى حاسس ان هو مقيد بالصدقة اللي مايكل بيديها له، بدل ما يشكر الراجل ويحمد ربنا نسي المعروف. فما تديش لحد ثقة عمياء. وعلى رأي فولتير، اللهم احفظني من اصدقائي، اما اعدائي فانا كفيلة بهم. تعالوا بقى نشوف حكاية البرنس اللي فاهم القانون وطبقه صح، وفهم الدرس، او بالمعنى الاصح هيعلمنا الدرس ازاي تستخدم الاعداء لمصلحتك. في سنة 959 ميلاديا، وبالتحديد في الصين، واحد اسمه تشاو كوان غيان بقى امبراطور تحت اسم سونغ، حتى اسهل برضو عشان نعرف نكمل الحكاية. بس في الوقت ده الموضوع ما كانش امل خالص، كان في صراعات كتير ومؤامرات، ومحدش كان بيكمل في المنصب ده سنة او سنتين بالكتير ويتقتل، فكان اقل المناصب امان. سونغ كان زيه زي اللي سبقه وكان مستني موته، بس كان ذكي ودماغه متكلفة، وفكر ازاي يكسر سلسلة الدم دي. والفكرة جات له، امر بعمل وليمة للاحتفال ودعا فيها اقوى قادة الجيش. وبعد ما شربوا كتير امر سونغ الحراس ان هما يمشوا وساب الجنرالات بس. وطبعا خافوا واترعبوا احسن يقتلهم وهم سكرانين طينة كده ومعهمش حارس. وفعلا سونغ كان يقدر يعمل كده. سونغ قال لهم انا مش مبسوط، انا مش بعرف انام، انا على طول خايف، مش عارف الضربة هتجيلي منين ولا من مين فيكم مش عاوز يبقى مكاني؟ انا مش بشك فيكم، بس اللي حواليكم مش هيسيبوكم وهيفضلوا يزنوا على ودانكم لحد ما تخلصوا مني. طبعا الجنرالات خافوا وترعبوا اكتر، وركابهم بقت تخبط في بعضها، وقالوا لك بس احنا ميتين، احنا مش هنخرج من هنا على رجلينا. بس حاولوا بكل الطرق يثبتوا ولائهم للامبراطور. صدقني ما هنعمل كده، اقسم بالله ما هنعمل كده، ده احنا بنحبك، ده احنا بنموت فيك، احنا نقدر نعيش من غيرك. وما اطمنوش غير لما سونغ قال لهم انا لازم اوقف الدم ده، انا هعرض عليكم عرض، افضل عرض ليكم وليا. انتوا هتتخلوا عن مناصبكم
وانا هديكم فلوس وقصور ما كنتوش تحلموا بيها، وبكده انتوا وانا هنكون في الامان. طبعا وافقوا من غير تردد علشان ينفدوا بجلدهم، وتاني يوم قدموا استقالتهم. وبكده سونغ بجرة قلم حول الذئاب اللي حواليه اللي ممكن تخونه لحملان وديعة أبعد ما يكون عن السلطة. وحكمة سونغ ما انتهتش عند الموقف ده. بعد وقت الوزراء قالوا له إن في واحد اسمه شيان شو عاوز يقتله ومدبر مؤامرة لقتله، فدعاه سونغ لزيارته وقتله؟ لأ بالعكس، ده كرمه آخر كرم، واداه كيس زي كيس الدنانير كده وقال له اوعى تفتحه إلا وانت في نص الطريق. ولما فتحها لقى فيها الأوراق اللي تثبت مؤامرته لقتل سونغ، فعارف إنه كان عارف بمؤامرته دي ومع ذلك ما قتلوش. وهنا سونغ طبق العفو عند المقدرة، وشيان شيو ده بقى من أخلص أتباعه. سونغ ما اعتمدش على أصحابه زي مايكل، ده استخدم أعدائه واحد بعد التاني. أصل صاحبه هيطمع وهيعوز أكتر، والغيرة ممكن تدخل قلبه زي باسيليوس، لكن الأعداء هو اداهم كل اللي هم محتاجينه، فبالعكس دول عاوزين يثبتوا إن هم يستحقوا الثقة دي. وهنا تيجي المقولة العظيمة لإبراهام لينكولن: هو أنا ما بقاش هزمت أعدائي لما أخليهم أصدقائي؟ أكيد هكون هزمتهم طبعا، بس بذكاء من غير ولا نقطة دم. وفعلا نجح سونغ وقضى على العنف والانقلاب والحرب الأهلية في الصين، وحكمت سلالته أكتر من 300 سنة. طبعا من الطبيعي إن أنت تلجأ لأصحابك، خصوصا إن العالم بقى مكان صعب بما فيه الكفاية، فما تصعبهاش علينا بقى. أصحابنا هم اللي بيحلوا الأيام، ليه نلجأ لغيرهم؟ رأي روبرت جرين مش بيختلف خالص مع الكلام ده، بس أولا بيقولك تاخد بالك وما تديش الثقة العامية، وعلى فكرة ده مش عيب، حرص ولا تخون. وثانيا بقى تخلي بالك من حاجة مهمة، لما بتاخد رأي صحابك في أي حاجة أنت عملتها أو بتعملها، الغالبية منهم بيجاملوك علشان ما تزعلش، فهيقولولك إن أنت أجمد واحد وإن أنت أشطر واحدة، وده ممكن يضرك عن غير قصد منهم طبعا. والأغرب بقى واللي ممكن يعمل خلل في توازن علاقة الصداقة، إن معظم الناس شئنا أم أبينا عاوزين دايما يحسوا إن كل حاجة وصلوا ليها بمجهودهم، مش علشان فلان صاحبي ده ساعدني أو جابلي الشغلانة دي، لا علشان أنا شاطر ومجتهد وكده كده كنت هتقبل في الوظيفة دي بيه أو من غيره. مش عاوزين يحسوا إن حد ليه فضل عليهم، وبالتالي جواه هيحس إن أنت جبت عشان هو صاحبك مش عشان هو يستحق ده، والإحساس ده هيضايقه، وواحدة واحدة هيطلع ده في صورة غضب وحسد، وتلاقيه دايما في الشغل يحاول يعترض لمجرد الاعتراض علشان يبين ان هو فاهم زيك ويمكن اكتر منك، او يعمل اي حاجة يثبت بيها لنفسه وللي حواليه ان هو موجود هنا بمجهوده ومش فضل منك. وده طبعا مع الوقت ممكن يدمر علاقة الصداقة زي مايكل وباسيليوس. فدايما افصل بين المشاعر والشغل، واختار الاكفأ مش الاقرب لقلبك. وطبعا الدنيا مش سوداوية قوي كده، وفي صحاب جدع فعلا وصاحب صاحبه، ولازم نساعد بعض طالما ما نقدر. بس تقدر تقولي هتخسر ايه لو كنت حذر شوية؟ مش هتخسر حاجة. ده كمان روبرت جرين بيقولك اشتغل مع أعدائك. ايه يا جدع ده؟ بيقولك من غير أعداء حوالينا هنكون كسولين، لكن وجود عدو وليكن معاك في التيم بيخليك تبذل قصارى جهدك، هيخليك دايما مركز. وهنا الأفضل تخليه عدو زي ما هو، ما تحولوش لصديق، وما تخليش وجوده يقلقك، بالعكس وجود عدو معروف زي ما قلنا أفضل من لو متعرفوش وفاكره صاحبك. أصلك عارف هيحصلك ايه لو دخلت ايديك في بق الأسد، فهتفضل واقف بعيد وواخد حذرك. وعلى رأي بليسازار غرسيان، العاقل هو اللي يستفيد من أعدائه أكتر ما الأحمق يستفيد من أصدقائه. فخليك عاقل كده. وكده حكايتي خلصت، بس الفكرة مش في الحكاية اللي بحكيها، الفكرة في الناس اللي هتكمل الحكاية بعديها. فاعمل لايك وشير واشترك في القناة، واسيبك انت تكمل الحكاية. باي باي.